بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك الفوز الحلال، مبروك لجماهير الزمالك، مبروك لأحمد عبد الرؤوف ولاعيبته الرجالة، مبروك لمحمد عواد اللي النهارده بيثبت ان ازاي الراجل ده كان قاعد. يا عم جون، عم جون اخبارك ايه؟ الراجل ده ما بيهربش، الراجل ده جاي من الدار للنار، وانا عارف ان هو وقف النهارده غصب عنك وعن اي حد. يعني وقف النهارده عشان يكسب فرقة الزمالك بعد ربنا طبعا، ويوصل بيهم لنهائي كاس سوبر المصري. دروس مستفادة النهارده كتير، في عجالة كده عشان ما نطولش عليكم. اول هام، انا بقول لكابتن احمد عبد الرؤوف النهارده انت اثبتت جداره. على الله بقى مجلس الاداره باذن الله كده تجيبوا لنا مدرب اجنبي هلهلي ياخد الدولارات وانتوا معكوش فلوس اصلا وبتشحتوا، وتجيبوا لنا وتمشوا ده وتجيبوا واحد اصلا عشان السبوبه. الراجل ده يكمل لاخر الموسم. الراجل ده لو كان معاك من اول ما التاني اللي هو المدرب اللي مشي ده، انا مش عايز اقول اسمه اصلا، لان اصلا بصراحه الواحد كان قرفان قرف منه ما بعده قرف، لان ده ما كانش مدرب اصلا. كان زمانك والله اول دوري وحاطط رجل على رجل، اقل حاجه بفرق 10 بونت. شوف يا النهارده نادي الزمالك التشكيل اللي هو عامله وحطه، عواد مع محمد اسماعيل مع الونش اللي كانوا نجوم المباراه النهارده، اللي هم قضوا تماما على فيستون مايلي، قضوا عليه تماما سواء الونش او محمد اسماعيل. وطبعا فتوح حاجه النهارده تفرح. الراجل ده مكمل 90 دقيقه غير الوقت بدل الضايع. فتوح اللي كان بيقول لك اصل هو بدني بعيد ومش هيقدر وكل الكلام اللي كنا بنسمعه ده والخرافات دي، منه لله جون ادوار والمدرب اللي غار في داهيه ده. بصراحه انتوا السبب في اللي الزمالك وصل له. ما حدش يقول لي فلوس وانا دايما كنت بقول ان الزمالك عنده لعيب الكوره. النهارده لما الراجل المناسب يتحط في المكان المناسب، فرقه الزمالك بقت تقيله جدا، تقيله جدا، وفيها عناصر احسن من لعيبه كتير في فرق تانية بيهجصوا. يعني النهارده عواد ثم محمد اسماعيل ثم الونش ثم فتوح ثم عمر جابر في بعض الاحيان. تعالى في نص الملعب محمد شحاته اللي بيكمل 90 دقيقه للراجل من ماتشين قبل ما يمشي طلعوا بره السكور. هل ده ناقص بدني محمد شحاته ده ولا احمد ربيع ده؟ والنهارده الشوط الاولاني كله اللي كان بيجيد فيه وكان بيمسك كوره بيتحرك وعامل مناوشات كان ناصر رمال. بس هنا بقى كان لازم يا كابتن احمد تلاعب شيكوبانزا. يعني شيكوبانزا مكان بنتايج ده يقعد احتياطي يا اما ما يلعبش في الحته دي. هو شيكوبانزا لما نزل عمل حركه وفي خطوره، اي نعم، يعني بس هو نازل برضه في وقت هو كان مخنوق، لان المفروض انت كنت تبدا فيه الماتش اللي فات والماتش ده. والجزيري كان يبدا مع الاحترام، كل الاحترام، مع انك ان انت اخطات في موضوع مع تغيير احمد شريف ده، بس رجعت صححت تاني اللي انت عملته صح، تغييره صح، لان ده لا كرة نادي الزمالك ولا شكل نادي الزمالك ولا ستايل نادي الزمالك. يمكن عمرو ناصر مع الايام هيبقى كويس لان هو لعيب كوره، انما ده ما مش سكه نادي الزمالك خالص. بعد كده في تغييرات طبعا. الشوط الثاني عبد الله السعيد نزل، وبعد كده بقى عمل شيكوبانزا مكان بنتايك لما اتصاب، وبعد كده سيف الجزيري مكان عمرو ناصر، وبعد كده سيف جعفر مكان احمد شريف تاني. الفرقه تحس كده ان فرقه تقيله، فرقه مش هتخسر، فرقه في اي وقت ممكن تجيب الجون وفي اي وقت ما يخش فيها جون. تحس كده ان الفرقه اتظبطت. وكل ده لاحمد رؤوف، يحسب لاحمد رؤوف المدير الفني اللي جاي بقاله ماتشين، ولو خسر النهارده كان غصب عنه مش بتاعته. ولكن انا بقول لك لازم يكمل لاخر الموسم. اهو مدرب من ولاد النادي مش هيكلف النادي 3 جنيه، وشوف عمل ايه. ومدرب جايبينه اقسم بجلاله الله منكم لله، منكم لله كلكم، سواء مجلس اداره او جون ادوار او يعني بصراحه بلتونا بالناس دي، مع ان في عناصر كويسه جدا. وقلت لكم ان الزمالك عنده لعيبه بس عايز مدرب.
لما جه المدرب النهارده بص على فرقه الزمالك وتقول لها. طبعا الاشاده لاحمد رؤوف، وانا عارف حتى التغيير اللي هو بتاع احمد شريف والكلام ده لسه الوقت ان شاء الله، مع الوقت هيعرف كل الامكانيات بتاعه اللعيبه، وبعد كده يبدا يحط الراجل المناسب في المكان المناسب. زي ما النهارده كده يحسب له موضوع محمد عواد، واعتقد كده محمد عواد ما يقعدش تاني. سيبك بقى من العيال اللي بتهرب واللعيبه اللي بتهرب وبتكبر دماغها وبتخاف والكلام ده، لا انسى انسى، طلع اللعيبه النفسيات دي بره، واخد بالك. والنهارده اين حسام عبد المجيد؟ عشان كده الزمالك تقيل النهارده. لو كان حسام عبد المجيد موجود بس المايلي ده كان جاب له جونين ثلاثه، كانت بقت خرابه ورا. لكن شوف محمد اسماعيل، وشوف الونش، وشوف الوقفه بتاعتهم، وشوف الاصرار بتاعهم، وشوف العزيمه بتاعتهم. طبعا هم لعيبه كبار، بس برضه يحسب لاحمد رؤوف ان هو ما خافش ولعب الاثنين دول. وطبعا بقى ناصر ماهر، وبعد كده قعد عبد الله السعيد الشوط الاولاني. كان المباراه سجال بين بيراميدز احسن فرقه في افريقيا وبين الزمالك اللي هو واقف على رجله، اللي هو مفيش اي خطوره لا هنا ولا هنا، ولكن لا، فرقه بقت فرقه تقيله. يحسب لاحمد عبد الرؤوف اللي حصل النهارده ده، في لعب عواد، في لعب الونش، في اعاد عبد الله السعيد، في اعاد حسام عبد المجيد. هي بس الحته اللي قدام دي كانت عايزه تظبط، الجزيري وشوكوبانزا مع كان عدي الدباغ دوت لغايه ما خرج، فالدنيا اختلفت شويه. ولكن النهارده انا بقول لك من الشكل العام لفرقه نادي الزمالك، الزمالك قادم وبقوه وهينافس جميع البطولات. ودلوقتي بقى تقدر تقول كده ان ماتش الاهلي والزمالك 50-50، لو في عداله تحكيميه هيبقى انا بقول لك 50-50، والكويس يكسب، ما عندناش مشكله والله. والله ما عندنا مشكله، لان ما ينفعش اللي حصل النهارده ده واحنا بره مصر. يعني ما ينفعش اللي حصل في الماتش الاولاني ده واحنا بره مصر. انتوا الحكام مش خايفين على اسم مصر وسمعه مصر؟ مش خايفين يعني؟ ولا خايفين لا طبعا على نفسكم انتوا مش هتخافوا، لان انتوا كده في الامان. طالما بتعملوا كده انتوا في الامان وفي الضمان. على العموم مبروك لجماهير نادي الزمالك، عندكم مدرب محترم. مبروك عودة عواد، مبروك عودة الونش، اعاد النهارده عبد الله السعيد، وخروج خالص من الحسابات حسام عبد المجيد. ده مكسب نادي الزمالك النهارده. واتفرجوا على الفرقه دي الفتره اللي جايه، واتفرجوا على اللعيبه الفتره اللي جايه، واتفرجوا على اداء احمد عبد الرؤوف الفتره اللي جايه. مبروك لجماهير الزمالك، واشوفكم ان شاء الله قريب ان شاء الله في النهائي. السلام عليكم.